كام حد فينا شاف طفل وهو بيجرب حاجة للمرة الأولى في حياته وشاف الرياكشن بتاعه بصوته وملامحه وهو مبسوط ان هو جرب الحاجة دي وشاف نتيجة مختلفة ما كانش يعرفها قبل كده. التجارب شيء أساسي في حياة أولادنا وأطفالنا. تعالوا نشوف الأطفال جربوا ايه في بيوتهم وحكولنا عليه. ازيكم يا اصحابي؟ النهارده هنقدم في حوار جديد في البودكاست بتاعنا مع على قد عقلنا. احنا النهارده عملنا تجارب في البيت ونحب ان احنا نشاركها معاكم. انت يا احمد عملت تجربة ايه قبل كده؟ تجربة المعدن. المغناطيس قصدك؟ المغناطيس. طب عايز اعرف ايه الحاجات اللي بتلزق مع المعدن مع المغناطيس والحاجات اللي مش بتلزق. مثلا المعلقة البلاستيك مش بتلزق، المعلقة الخشب مش بتلزق، لكن المعلقة الحديد المعدن هي اللي بتلزق في المغناطيس. يعني قصدك يا احمد المعدن هو اللي بيلزق في المغناطيس؟ ماشي. انت بقى ايه التجربة اللي انت عملتها قبل كده؟ انا عملت جبت صينيه وحطيت فيها رمل وحطيت فيها او جبت شفاطه ومثلا نفخت فيها. انا درست مع ميس العلوم. لو فتحت فيها انا درست مع ميس العلوم الترسيب والتعريه والتلبانة الرملية. التلبانة الرملية دي مجموعة من الرمال، لكن الترسيب بتعمل مجمع الرمال، لكن التعرية اللي هي بتعمل بفعل الريح اللي بتنقل من مكان لآخر. فأنا عملت كده وفعلا برضو طلعلي كده، وفعلا عرفت بتعمل ازاي الترسيب والتعرية والكثبان الرملية. ماشي. طب انت يا يوسف؟ عملت تجربة الجاذبية، زي الحاجات الخفيفة التقيلة بتنزل بسرعة شديدة، لكن الحاجات الخفيفة بتنزل ببطء، زي اللي أنا جبت صخرة وبالونة وطلعت السطح ورميت الاتنين من فوق. اللي سبق عرفت منين الحاجات التقيلة هي اللي بتسبق والحاجات الخفيفة هي اللي بتنزل ببطء. زي ايه؟ لقيت البالونة نازلة ببطء شديد، لدرجة ان انا نزلت تحت عشان اشوف الصخرة دي نزلت على حاجة ولا لأ. كانت البالونة لسه بتنزل عشان تلمس الارض، فده بطء شديد جدا للبالونة. دي كانت تجربة جاذبية، كنت أول مرة أعرف. عايز تسأل؟ اتفضل. في مثال تاني للبالونة والصخرة، زي برضو اللي أنا أجيب، زي مثال، هديك مثال، زي إن أنت معاك مثلا طماطماية، تمام، ومعاك في الإيد التاني معاك في إيد كيلو طماطم، ومعاك في الإيد التانية 2 كيلو خيار مثلا. وشفت مين اللي هينزل الأول؟ هل الكيلو طماطم ولا 2 كيلو خيار؟ لا، كيلو طماطم. لا، 2 كيلو خيار. 2 كيلو خيار قصدي، عشان 2 كيلو أكتر من كيلو. بديك مثال زي ده. ماشي. طب وانت يا احمد عملت تجربة ايه غير تجربة المغناطيس؟ جبت حاجات وجبت طبق فيه مية مليان وحطيت الحاجات وشفت الحاجات اللي فوق والحاجات اللي نزلت تحت. طب ايه بقى الحاجات اللي انت جبتها؟ معلقة ومفتاح وبيضة وكورة. كورة صغيرة ولا كورة كبيرة؟ كورة كبيرة شوية وسفينة من الورق. ماشي. طب ايه اللي طلعوا واللي نزلوا؟ الكورة طلعت، مفتاح
طب والمعلقة نزلت ولا طلعت؟ نزلت. احنا اتبسطت من التجارب اللي انت عملتها؟ أيوة أوي أوي. وانت يا يوسف؟ أكيد. طب اتبسطت برضو في التجربة اللي عملتها، التجارب اللي عملتها؟ اه. تمام. استفدت برضو وركزت في المعلومة أكتر من الدرس. تمام. ودلوقتي يا أصحابي انتوا جربوا الطرق وقولوا يلا مع السلامة. مع السلامة. واحنا كنا في حلقة من البودكاست على قد علينا. عقلنا، ونشوفكم في حلقة جديدة من البودكاست على قد عقلنا. باي باي. وبعد المشاركات الجميلة اللي هم شاركونا بيها والتجارب الجميلة اللي عملوها، احنا عارفين طبعا احنا بنتعلم في المدارس، والمدارس بتعلمنا حاجات كتير قوي سواء في العلوم في الانجليش في اي حاجة، والحاجات دي بتبقى قابلة للتطبيق في الواقع. لكن للأسف التعليم احنا فاهمينه غلط، فاهمين ان هو علشان ننجح في الامتحان وبس ونجيب اعلى الدرجات، ولكن احنا بنتعلم علشان نعرف نعيش ونتعامل ونفكر ونحل مشكلات وحاجات كتير قوي. فالتعليم علشان نطلع بنتائج، علشان استيعابنا يكبر شوية، علشان نكتسب معلومات جديدة، علشان نعرف لما توجهنا مشكلة في حاجة معينة ازاي اتصرف فيها. فبيكون احسن طريقة هي التجربة. لما اتعلم حاجة جديدة او اعلم طفل حاجة جديدة او يتعلمها في المدرسة، اشجعه ان احنا نجربها في البيت لو هي قابلة للتجربة في البيت. الشيء ده هيبسطه جدا، وهيخلي المعلومات كمان تثبت في دماغه بشكل احسن. وده فعلا اللي قالوه لما كانوا بيشرحوا لنا تجاربهم اللي في البيت. هم مش بس اتبسطوا، هم كمان اتعلموا بشكل اعمق الحاجة دي بتمشي ازاي لما نفذوها بنفسهم وبايديهم، وهم اللي شافوا النتيجة بعينيهم. فالتعليم ضروري ان هو يكون بالتجارب، ان هم يجربوا علشان يوصلوا للمعلومة بشكل احسن وافضل، علشان يعرفوا ازاي الحاجة دي اتعملت، علشان مثلا لو عندهم واجهتهم مشكلة في حاجة فهم يعرفوا ازاي يحلوها بشكل صحيح، وهكذا. فاحنا حياتنا كلها تجارب واستكشافات، والاطفال ده عالمهم اصلا الاكتشاف والتجارب والتعلم، واني اغلط واتعلم تاني واجرب تاني واحاول تاني. فرسالة ليكوا يا كبار، شجعوهم دايما على التجارب، ويا سلام لما تشاركوهم هيحبوا الموضوع ده جدا. وكمان لما يغلطوا او يحسوا بالاحباط قولوا لهم مفيش مشكلة وحاولوا مرة كمان. مهم جدا ان احنا نربيهم على المحاولة وعدم الاستسلام. زي ما شفنا اطفالنا كده هم بيستمتعوا انهم بيجربوا الحاجة اللي بيتعلموها، مش بس بيتعلموها عشان يكتبوها في الامتحان وينجحوا خلاص، لا هم بيتعلموها عشان يفهموها بشكل اعمق. واللي انتوا مش عارفينه بقى ان لما يجربوا الحاجة بنفسهم وبايديهم فهي بتفضل في عقلهم لحد ما يكبروا، وكمان ممكن يفكروا اكتر فيها، يطوروا عليها ويعملوا اكتر ويوصلوا لنتائج افضل، وهكذا. فابنوا في ولادكم الفهم مش الحفظ، مش عشان يجيبوا درجات، هم بيتعلموا علشان يفهموا ويستوعبوا اكتر، علشان لو واجهتهم مشكلة يقدروا يحلوها بشكل احسن، علشان يقدروا يعيشوا، علشان يقدروا يتعاملوا في الحياة، وهكذا. فعلموا ولادكم صح، شجعوهم على التجارب في البيت، شاركوهم في العمليات دي، هتلاقوا نتائج حلوة جدا، وهتتبسطوا من ولادكم جدا، وهم كمان اتبسطوا جدا وهيحبوا التعليم جدا، بدل ما هم بيكرهوه ومش بيحبوا يذاكروا ولا يتعلموا ولا يفتحوا الكتب. هيحبوا امتى؟ لما يبقى اللي في الكتب ده بيعملوه بنفسهم وبيستمتعوا بيه كمان. فعلموا ولادكم صح، ودوروا على الطرق الصحيحة لو انتوا مش عارفينها. لو عندكم اي اسئلة تقدروا تبعتوا لنا وتسألونا، واحنا اكيد هنرد عليكم في اقرب وقت ممكن. استنونا في حلقة جديدة من بودكاست على قد عقلنا وموضوع شيق جديد.